لو عندك كبدة وقوانص اوعي تفوتك الوصفة الجبارة دي، والسر في طشة الدقة الحمراء. اهلا بيكم يا حبايب قلبي. هنعمل النهاردة مع بعض كبدة وقوانص بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعم روعة. هنشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا طاسة حطيت فيها معلقتين من السمنة، واول ما سخنت كويس معايا نزلت بالكبدة اللي غسلتها كويس وقطعتها. هشوح كده الكبدة يعني حوالي دقيقة كده، دقيقة بس هشوحها، وبعدين بقى نركنها على جنب علشان نكمل الوصفة مع بعض. بس قبل ما نكمل الوصفة مع بعض ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وسبسكرايب. هنشوح دلوقتي الكبدة. اول ما تبتدي تتشوح معايا بس والمسام بتاعتها تتقفل وتحسي ان الكبدة ابتدت تمسك نفسها كده ما بقتش طرية معاكي، تروحي بقى ركناها. هنخرجها ونحطها كده في طبق على جنب عبال ما نكمل باقي الوصفة بتاعتنا. الطريقة بتاعت الكبدة والقوانص دي طريقة حلوة جدا جدا، ومش بتاخد معاكي وقت خالص، وبتاخد بصي بتبقى طعمها زي السندوتشات اللي بنجيبها من بره، واحلى وانضف كمان. خرجنا الكمية بتاعت الكبدة بتاعتنا، وهنضيف بقى القوانص والقلوب. انا غسلتها كويس زي ما حضراتكم شايفين، بس سبت نسبة من الدهون في القوانص لانها بتدي طعم حلو جدا جدا للطبق بتاعنا. حطيت كده القوانص وهبتدي اشوح فيها، واول برضو ما تبتدي تتشوح هروح بصوا اتشوحت معايا بقت بالشكل ده. هجيب بقى بصلاية واقطعها قطع صغيرة وهضيفها على القوانص. هقلبها كده تقليبة بسيطة، واجيب ربع كوباية من المية، فضي ربع كوباية من المية ووطي عليها النار واسيبها لحد ما تستوي خالص، تبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا القوانص استوت جدا. هنضيف بقى عليها كمية الكبدة اللي احنا كنا مشوحينها في البداية. هنقلب كده القوانص مع الكبدة، وهنبتدي بقى نحط الملح والتوابل بتاعتنا، لان احنا في البداية اصلا ما حطيناش حاجة. بس هنحط الاول فلفل اخضر طبعا، يعني حضراتكم عارفين ان الكبدة ما تمشيش خالص من غير فلفل، بيديها طعم وريحة حلوة جدا، ولو الفلفل حراق بقى. هشوح كده الكبدة مع الفلفل كده والقوانص، وبعدين هنجيب بقى التوابل بتاعتنا. احنا محطيناش اي ملح خالص. هنبتدي بقى نحط، يعني ما تحطيش ملح خالص في البداية علشان القوانص بتاعتك تستوي بسرعة. حطيت ملح وفلفل اسود وحطيت كمون وكزبرة. دي كل التوابل بتاعتنا، هي مش هتحتاج اكتر من كده. هنجيب بقى طاسة هنا على جنب وهحط فيها حوالي معلقتين من الزيت، وهنضيف عليهم بقى الطشة بتاعتنا الجبارة دي، حوالي معلقتين كبار من التوم. هفضل اشوح فيهم كده لحد اول ما التوم بتاعي لونه يصفر كده. هجيب حوالي 3 قرون من الفلفل الاحمر، السبايسي او البارد حسب ما حضراتكم عايزين، بس انا حاطه اللي هو البارد. هقلب كده التوم مع الفلفل، وهنجيب بقى الكبد والقوانص بتاعتنا ونفضيهم عليهم. بص الصوص بتاع الكبدة والقوانص هو ده اللي بيدي طعم حلو جدا مع الطشة الجبارة بتاعتنا دي، واحلى واجمل طبق كبد وقوانص ممكن تعمليه. حاجة كده روعة، جميل جدا جدا، بيمشي مع حاجات كتير. يعني ممكن تعمليه جنب رز، ممكن تعمليه جنب مكرونة، ممكن تعمليه تحطي كده في سندوتشات وتحطي جرجير. يعني تجيبي الساندوتش بتاعك وتحطي فيه جرجير وتضيفي عليه كمية من الكبد والقوانص دي، وتروحي حاطة عليه كده معلقتين من الطحينة. بصي احلى واجمل طبق كبد وقوانص ممكن تعمليه في حياتك. الكبد والقوانص بتاعتنا خلاص استوت، مش هنسيبها على النار اكتر من كده علشان ما تنشفش. هنفضيها بقى في طبق زي ما حضراتكم شايفين. شكلها جميل جدا جدا وطعمها اجمل من شكلها كمان، طعمها حلو جدا. ونفس الطريقة دي ممكن تعملوها في الكبدة بتاعة العيد، يعني الكبدة البلدي اللي احنا بنجيبها دي ممكن تعمليها بنفس الطريقة دي، بتطلع جميلة جدا. انا برضو بعملها بنفس الطريقة دي، بتطلع معايا حلوة جدا جدا، وريحتها بتجيب من اخر الشارع. طريقتها حلوة، والطشة اللي احنا بنعملها بالثوم
والفلفل بتدي طعم رهيب للكبد والقوانص بتاعتنا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.